بل لا يستفيدون من الهواتف. أنا هنا أعيش في فرنسا، حتى أتصل بأي أحد في سوريا المحاولة 20-30 مرة، بينما أتصل إلى المملكة إلى أصدقاء الذين هم هناك بالمملكة الأردنية بثانية واحدة من أول مرة. إذا نحن فقط وجد الانترنت، بل الهاتف نحن ممنوعون عنه. كلما تقوم قوات السد المجرمة بتدمير مدينة ما أصبر النت، بل الكهرباء الذي هو ضرورة من ضرورات الحياة أصبح يقطع عنه النت والكهرباء. ثم تقوم قوات الأسد بقصف هذا المكان وتدميره. الآن الناس في سوريا يعيشون يعني يقطعون مصباح الزيت حتى يرون. نعم، والآن أصبح التكنولوجيا هذه سلاح بيد الثوار ضد النظام السوري. نعم أستاذ محمود، حاب أسأل إنه اللي قابلناهم من الطلاب واللاجئين السوريين تحدثوا عن إنه التعليم في الدول العربية يختلف عن التعليم في سوريا، إنه في مذاق ورونق آخر، يعني كان في نوع من الوضوح في إنه التعليم في الدول هذه يختلف عن التعليم في سوريا. نعم، يعني أخي الكريم اسمح لي، سوريا تعيش منذ عام 1963 وحتى الآن تحت حالة الطوارئ، بمعنى أن الشعب السوري محكوم عليه من قبل النظام الحاكم الذي وصل إلى السلطة أيضا نتيجة لانقلاب عسكري عام 63. حزب البعث عندما وصل إلى السلطة وصل نتيجة لانقلاب عسكري، وأغلب المسؤولين بهذا الحزب ينتموا إلى الأقلية العلوية بعد أن تسلم حافظ الأسد هذه المسؤولية. حزب البعث والأحزاب الموالية اللي شكلوا الجبهة الوطنية التقدمية تحتكر البرلمان، تحتكر تقريبا أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وبالتالي هي تحكم قبضتها وتدير شؤون البلاد بمختلف جوانبها. الحقيقة فيما يتعلق بالتعليم كما قلت، أنظمة الحكم الشمولية دائما وباستمرار تزرع في أذهان الطلبة في مختلف المجالات صورة القائد الوحيد، القائد المبدع، القائد الذي لا مثيل له، وهو حافظ الأسد ومن ثم بشار الأسد. لذلك الآن هؤلاء الطلاب بعد أن حضروا إلى الأردن وطلعوا على المناهج، لأن المدارس الأردنية تدرس المناهج الأردنية، وجدوا أن هنالك فرقا كبيرا بين المناهج التي يتم تدريسها لهم في سوريا الشقيقة وبين المناهج التي وجدوها في الأردن، من حيث فئة الثقافة، من حيث تعزيز الحريات، من حيث تعزيز حقوق الإنسان، من حيث أيضا التعامل، ومن حيث أيضا عدم فرض ثقافة معينة أو نوع معين من المعلومات على أذهان هؤلاء الطلاب. هؤلاء الطلاب وجدنا أن هنالك اختلاف كبير جدا بأسلوب ومنهج التعليم، ووجدوا أن هنالك اختلاف أيضا بإدارة طريقة التعليم ونتائجها ومخرجاتها، بمعنى أن التعليم في الأردن تعليم متطور، تعليم يأخذ بعين الاعتبار دفع مسيرة الطلاب قدما إلى الأمام لمعرفة حقوقهم، للحصول على مزيد من المعلومات التي تؤهلهم لأن يواجهوا بها المستقبل، بينما ما يحصل في سوريا الشقيقة ومن خلال المناهج هو إيصال المعلومات التي يريدها النظام وتريدها الأجهزة الأمنية، لأن قبضة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وحزب البعث على كافة مناحي الحياة في سوريا الشقيقة هي التي تحدد كيفية إدارة المناهج والمعلومات وإيصال وما يريدون أن يوصلوا إلى الطلاب. النظام السياسي طبعا في سوريا الشقيقة كان يبدو طبعا ظاهريا إنه وكأنه نظام ديمقراطي، لكن الواقع حزب البعث والأجهزة الأمنية كما قلت والقوات المسلحة تمارس سيطرة محكمة على الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى الاقتصادية والمفاصل الأساسية بمختلف شؤون البلاد، تديرها هذه الأجهزة وتسيطر عليها، وبالتالي لا مجال لأن يكون هنالك مجال لتعزيز الحريات، لا مجال أيضا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. حتى الدستور يعني السوري على الرغم من وجود بعض النصوص بهذا الدستور التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين، لكن حقيقة هذه النصوص نظرية، بينما على أرض الواقع لا تتم ممارسة أي نوع من هذه أو تعزيز أي نوع من هذه الحريات، ولا يمنع هؤلاء الطلبة أو هؤلاء المواطنين حقهم بممارسة هذه الحريات. أستاذ محمود، يعني كنت سألت دكتور عوض عن الفيسبوك منحهم إياه خلال الثورة يعني، والغاء كتاب الطلائع أو كتاب الثقافة الاشتراكية العربية يعني الفيسبوك موجود حتى في أهل فلسطين تحت الاحتلال مع مثلا من عشرات السنوات. هذا هيك يعني مع كل الاحترام، الأنظمة الشمولية لا زالت تعيش بعقلية عرفية وبعقلية عسكرية وبقبضة أمنية، تريد من خلال القبضة الأمنية أن تحكم سيطرتها على مختلف جوانب الحياة. الفضاء أصبح مفتوح الآن، وبإمكان أي المواقع الإلكترونية والإعلام الإلكتروني أصبح يصل إلى كل المواطنين، يصبح يصل إلى كل الناس بأي وسيلة وبأي طريقة من الطرق. الآن هذه ليست منا فيما يتعلق بالفيسبوك وفيما يتعلق بالثقافة القومية، هذه
يعني مجرد محاولة تجميلية للنظام ومحاولة أيضا لتحسين صورة النظام. النظام الحقيقة كما تعلم أنه كان بإمكانه منذ البدايات أن يجمر بصورته وأن يتخلى عن شيء من سلطاته للشعب السوري وأن يثبت مصداقيته من خلال الحوار ومن خلال قدرته أيضا على أن يعطي الشعب السوري مزيد من الحرية، مزيد من الانفتاح، مزيد من الحقوق. لكن النظام لا يريد أن يتخلى عن هذه الممارسات ويريد أن يبقي قبضته الحديدية الأمنية على مختلف جوانب حياة الشعب السوري. لذلك فيما يتعلق بالفيسبوك وفيما يتعلق هذه التكنولوجيا بشكل عام أصلا يعني لا يستطيع الرئيس ولا الحكومة السورية أن يمنع الشعب السوري منها. فلسطين وهي تحت الاحتلال تتمتع بكل مظاهر وأنواع الاتصال الإعلامي والإلكتروني وكل الوسائل الموجودة في هذا العالم، والفضاء الإلكتروني فضاء واسع لا تستطيع الحكومة السورية ولا غيرها أن تسيطر عليه أو أن تمنع المواطن السوري من أن يتابعه. طيب دكتور عوض، وأنت ضيف من فرنسا، إذا أنت حزبي أنت معنا، وإذا لم تكن حزبي فأنت ضدنا، مثل قانون الإرهاب إن كنت معنا أو كنت ضدنا. يعني كثيرون تحدثت معهم هنا في بعض المناطق قالوا إن إذا لم يكن معك موافقة أمنية لن تستطيع أن تحصل على أي شيء. ما رأيك ضيفي من فرنسا؟ تماما أستاذ عبد الله، تماما بالضبط كما قلت كقانون الإرهاب الأمريكي، إما معنا أن أنت معنا أو ضدنا، بالضبط هكذا. يا سيدي ليس هذا فقط، بل إن الطالب في سوريا عندما يصل إلى الإعدادية يفرض عليه فرضا أن ينتسب إلى حزب، فلا بد أن تأتي الثمار. يأتي أستاذ الفتوى أستاذ التربية العسكرية يدخل الفصل ثم يوزع أوراق جاهزة طلب انتفاض لحزب البعث العربي الاشتراكي، طلب انتفاض يعني بمعنى أنك الذي تطلب. ثم بعد ذلك تملأ هذا الطلب وتصبح حزبيا شئت أو أبيت، وبعد 2 أو 3 ترشح للعضوية العاملة، ويجب عليك أن تقوم بفحص العضوية العاملة رغما عنك. وكذلك في الشبيبة الإعدادية أيضا يجب أن عليك أن تكون عضوا عاملة شبيبة سيدي من الصف الأول الابتدائي، حيث الطفل يعني مادة مستقبلة، لأن في هذا العمر لا يفكر فقط ويبني قدرات منظمة خاصة به تسمى منظمة. هذه المنظمة هي بالواقع مصغر عن اتحاد شركة ومصغر عن فيما بعد. علاوة على ذلك كان الناس تسأل لحزب البعث. طيب لم ينتسب دكتور عوض نفس يعني سأستقي ما قلت يعني وأسأل ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ محمود. يعني هناك حديث عن اختلاف ما بين الكتاب والواقع، وهذا يمكن لربما يؤدي إلى الصدمة. يعني بحكي لك إنه بداية الصفحة الكتاب صورة الرئيس في الفهرس إيش راح يكون يعني عفوا. سيدي السياسات التي مارسها النظام السوري حقيقة سياسات بعيدة كل البعد عن الواقع وعن مصلحة الشعب السوري. هذه السياسات عزلت الشعب السوري تماما حتى عن واقعه وعن بعده العربي، وأيضا من خلال قيام النظام السوري بدعم بعض التنظيمات الإرهابية تعاظمت الهوة بين الشعب السوري وبين النظام، وبالتالي لم يعد هنالك ثقة بين النظام وبين الشعب السوري. ما يتم من خلال المناهج قد يكون أحيانا كما تفضل يهدف من خلال الخبراء ومن خلال معدي هذه المناهج للسيطرة الكاملة على أذهان وعقول هؤلاء الطلاب لتعزيز القبضة الأمنية وإبقاء أيضا سيطرة النظام السوري وسيطرة الرئيس السوري. كثير من فيما يتعلق حتى بالانتخابات التي تمت، كثير من المناطق التي كان يتم ترشيح بعض أعضاء مجلس الشعب السوري فيها المواطن السوري لم يكن يذهب إلى تلك الانتخابات لعدم ثقته بهذه الانتخابات ولمعرفته بأن هذه الانتخابات انتخابات شكلية، وما يتم على أرض الواقع هو إيصال الأشخاص الذين يدعمون النظام ويدورون بفلك النظام. لذلك كثير من المناطق كان يتم إعلان مرشحيها بالتزكية لعدم ذهاب المواطنين للتصويت، مما يعني أن المواطن السوري فقد الثقة بالعملية الديمقراطية وفقد الثقة بالإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك يعني نذكر ما حصل عام 2000 عندما اجتمع الشعب السوري لتعديل الدستور، عندما كان يحدد الدستور السوري بأن عمر رئيس الجمهورية يجب أن يكون 40 عاما، وعندما كانوا يريدون أن يتسلم بشار الأسد كان عمره 34 عام. قاموا بتعديل المادة بجلسة واحدة وبسرعة تم ترشيحه من قبل القيادة القطرية ووافق على ذلك مجلس الشعب، مما يعني أن الفئة التي تصنع القرارات هي فئة تدور
فلك تدور بركب النظام وبفلكه وتحقق مصالحه، مما يعني أن هنالك حالة انفصال حقيقية بين ما يتم ممارسته على أرض الواقع وبين السياسة التي كان يتبعها النظام وبين المناهج التي تعطى إلى الطلاب سواء كان بالتعليم أو بغيرها. بالتالي نحن نقول أن النظام أو أن النظام الحاكم في سوريا قد فقد مصداقيته وفقد قدرته